الحمد لله. واخيرا في كلام كتير طالع من داخل النادي الاهلي ان قصه مارسيل كولر هتنتهي على خير، والشرط الجزائي اللي كان طالب فيه سنه وشهرين بسبب المرتزقه اللي طلعوا غلطوا في مارسيل كولر وتسببوا في رحيله من النادي الاهلي. روح لامك اهدى بس كده يا عم، اهدى غرفه داهيه دلوقتي. يعني الراجل الحمد لله اجهاز شبكيا وهو خارج من القاهره، والراجل يعني الدمعتين فروا وقال لك ان شاء الله باذن الله الازمه هتنتهي على خير والموضوع هيخلص مع النادي الاهلي. وفي طريق البطوله نادي الزمالك بدا ينقط من جديد وفقد نقطتين امام المصري اللي مش عارف ينتصر عليه داخل الدوري، ولكن يعني انا مش هتريق ولا هقول اي حاجه خالص، لان احنا كمان ممكن نخرم الفتره اللي جايه وبلاوي تحصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي، برحب بيكم مع اشرف المصري من قناتكم على اليوتيوب قناه اشرف المصري وصفحتكم على الفيسبوك. ما تنساش كده في البدايه الصلاه والسلام على رسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. وعذرا بنغيب عليكم، عندنا فتره امتحانات، ولكن اخويا الكريم اخويا الاهلاوي اللي هيرزع علينا اللايك دلوقتي سواء على الفيس او على اليوتيوب، انا مستني اللايك بتاعك. مش هقول لك بقى 1500 ولا 2000 ولا الكلام ده، اخواتنا على الفيس بيعملوا معانا اعلى واجب، لكن اللي على اليوتيوب بخل شويتين ثلاثه. ما تكونش بخيل، صلي على الرسول واعمل لايك يا اهلاوي يا جميل، وتعالى مع بعض هنقول شويه اخبار ان شاء الله باذن الله، يعني تكون حاجات سريعه. خلينا ندخل في اول خبر موجود معانا، هو خبر بتاع نادي الزمالك وبيراميدز. ما فيش اخبار جديده، او ما نقدرش نقول ان نهائي الكاس اللي هيتعمل يوم 5 ده خبر جديد، ولكن احنا عارفين بقالنا اسبوع ان نادي الزمالك وبيراميدز الاثنين متفقين مع بعض. هو مش من اسبوع بصراحه، هم يعني نايمين نوم في عسل بقالهم سنه مع بعض، ولكن ما علينا، يعني هم احرار يلحسوا بعض، يحبوا بعض، يعملوا اللي هم عايزين يعملوه بعيد عننا. لكن نهائي الكاس هيتلعب في الامارات يوم 5/6، وهنا في كلام كتير بيتقال ان بيراميدز هيلعب من غير الدوليين بتوعه، والزمالك لا. احب اقول لك يعني الموضوع يا باشا بيتستف وبيتظبط الورق بيتقفل، والفرقتين هيلعبوا بالنجوم بتاعتهم كاملين، وهنشوف ايه اللي هيحصل مع بيراميدز في نهائي افريقيا. خلي لكل حادث حديث، ما تقوليش بقى انت هتشجع مين وتعمل مين، خلينا ساعتها هنقول كل حاجه وهنتكلم في كل شيء. طب يا حاج، هو زيزو هيدنه طول الفتره دي كلها ما يتدربش؟ احب اقول لك ان زيزو بيتدرب داخل استاد النادي الاهلي. ايوه زي ما حضرتك سمعت كده، تم تسريب او تم خروج شويه صور كده لزيزو وهو بيتدرب في مكان تحت الانشاء وكانه استاد، وفي عربيات احنا شفناها قبل كده والراجل بيتدرب فيها زي ما انت شايف قدامك. يعني المكان ده مش غريب عليا، واضح كده ان الراجل كان راح يطمن ان استاد النادي الاهلي ماشي على قدم وساق، والراجل يعني وهو رايح في السكه كان واخدها جري معاه زي ما انت شايف قدامك، وشويه تدريبات كده كان بيعملها على استاد النادي الاهلي الجديد. ويعني احنا ما نقدرش نقول ان هو استاد النادي الاهلي بصراحه، ولكن هو استاد النادي الاهلي. فيعني زيزو حاليا موجود داخل النادي الاهلي. خلينا برضو نروح لحاجه تانية قبل ما نتكلم عن قصه مارك روزا، خلينا او حتى مدربين النادي الاهلي، خلينا نقول ان جراديشار منتخب سلوفينيا الاولمبي كان عايز جراديشار يلعب معاهم بطوله اوروبا اللي جايه، وان هو يكون موجود، والبطوله دي هتكون موجوده في شهر 6، والمنتخب طلب من النادي الاهلي ان الراجل يكون موجود. طبعا النادي الاهلي رفض ان جراديشار يكون خارج النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وده المشاكل كتير جدا، سواء اسامه ابو علي هيكون مع المنتخب الفلسطيني ما هيرجع متاخر، وكمان ما عندناش مهاجمين اصلا غيره هو وجراديشار. فكمان الفيفا بيدي احقيه للنادي الاهلي ان هو يرفض انضمام اللعيبه بتاعته للمنتخبات الاولمبيه او المنتخبات الناشئين، وده اللي عمله النادي الاهلي مع الراجل جراديشار، وان هو ان شاء الله باذن الله هيكون موجود مع النادي الاهلي. خلينا برضو نروح لخبر تاني، وهو من الاخبار التجديد اللي حصلت، سواء كان الشناوي او سواء كان حتى اللاعب رامي ربيعه او حتى ياسر ابراهيم. طبعا رامي ربيعه يعني لينا معاه كلمتين، خلينا في الشناوي وياسر ابراهيم. يعني خلاص ان الاثنين مضوا العقود بتاعتهم، والاثنين موجودين داخل النادي الاهلي، والكلام ده كنا اتكلمنا فيه من زمان جدا، وبرده مش خبر انفراد ولا حاجه، ولكن من الاخبار اللي كانت متداوله وكنا بنتكلم فيها. انا عن نفسي كويس جدا ان هم يكونوا موجودين، ولكن فيما يخص الشناوي هيعمل مشكله لمصطفى شوبير، لان الراجل شايف نفسه ان هو لازم يلعب اساسي في السن اللي هو فيه ده، ولو جاله اي عرض خارجي اكيد الراجل هيفكر فيه ان هو يخرج، اكيد مش داخل مصر ولكن خارج مصر. الكلام كتير كان على فالنسيا. حاليا مصطفى شوبير عنده يعني تقدر تقول ايه، عنده طاقه اكتر للخروج خارج النادي الاهلي في اوروبا، بالاخص ان محمد الشناوي هيكون موجود، وفي صعوبه كبيره ان هو يلعب على محمد الشناوي. خلي بالك محمد الشناوي مهزوز، وكان مهزوز في لقاء سان داونز، ناس كتير ما اتكلمتش عن ده، لكن انا كنت اتكلمت عليها في اكتر من لعبه واكتر من كوره كانت موجوده. وكمان عندنا يعني الماتش الاخير امام بتروجيت كان واضح الهزه اللي فيها محمد شناوي، ولكن انا من الناس اللي بحبهم جدا جدا محمد شناوي. دايما بقول يعني العمر وتقدم العمر بيكون سبب من اسباب ان الواحد ما يكونش واقف على رجله 100%، ولكن بسم الله ما شاء الله الشناوي لما تيجي تفكر فيها كده بيكون اسد واقف في المرمى قدام اي حد رايح عليه. شفنا الكره اللي ضاعت في الدقيقه 95 من لاعب بتروجيت، اعتقد يعني من هجمه محمد شناوي عليه، الراجل بسم الله ما شاء الله بيدخل حمله لوحده. وشفنا اكتر من حد مهاجم قبل كده قال لك الشناوي بالطول بالعرض ده بيخوف اي حد حتى لو هو مش في مستواه، ولكن انا كنت اتمنى من كل قلبي ان مصطفى شوبير هو اللي يكون حارس النادي الاهلي. ولكن ما علينا، خلينا نشوف الايام مخبينا ايه بعد كاس العالم
لان في كلام كمان على ياسر ابراهيم ان هو احتمال كبير يخرج بعد كاس العالم الانديه، يخرج من النادي الاهلي يروح دوري من دوريات الخليج سواء قطر او الامارات. هنشوف برضو الكلام هيودينا على فين. لو رحنا بقى رامي ربيعه، يعني في عم رامي رجاء يعني حضرتك، احنا لو فتحنا لك يعني الرسائل بتاعتنا بيجي فيها ايه وكميه الشتاوي الموجوده، حضرتك تستغرب. دعاء علينا وعلى عيالنا وعلى وعمرنا في حياتنا ما اتكلمنا وعمرنا في حياتنا ما قلنا حاجه. واحنا يعني انا بقول لك احنا مجموعه من الناس، يعني عدد مشاهدينا عمرنا ما يكون قد عدد الناس اللي بتتابع اي لاعب من النادي الاهلي. ما بالك بقى ناس ثانيه تعرضت للشتايم وغيره، وعمر ما حد فيهم عمل اللي انت عملته يا عم رامي. يعني انا في عدى علينا اجيال في النادي الاهلي خاصه الفتره الاخيره دي، الناس دي كانت مش عايز اقول لك بيحصل فيها ايه يعني، واتفرج عندهم ولا اسالهم حتى على الرسائل اللي فيها. انك تطلع تقول وتحط رساله في العلن ما لهاش اي صنف لازمه. تم طبعا توقيع غرامه على رامي ربيعه، وحاليا جمهور النادي الاهلي قالب على رامي بشكل كبير، وكلام كتير ان لا ارحل يا عم رامي، مش عايزينك يا عم رامي ما تجددش. وحاليا التجديد واقف عند رامي ربيعه بنسبه كبيره جدا، وان كان تم الاتفاق معاه على 20 مليون، وان هو الراجل مش عارف هياخد مش عارف قد ايه اعلانات وغيره. ولكن حاليا في كده حاجه موجوده عند رامي، هاله كده موجوده حواليه، بيقول لك يعني ممكن الراجل ما يجددش داخل النادي الاهلي، ويعني ساعتها هقول مبروك لبيراميدز ال 5 مليون دولار اللي هتدفعهم لرامي ربيعه ويكون موجود عندك. ولكن ما علينا، في الاول في الاخر رامي لاعب من لاعبي النادي الاهلي، ليه كل الدعم طول الفتره اللي جايه. اتمنى من الناس تكون محترمه معاه بشكل كبير، ما حدش يتمنى حد يغلط، ما حدش يتمنى حد يعمل. قلنا يا جماعه دي كره قدم في الاول وفي الاخر، ده ترفيه في الاول وفي الاخر، بلاش نشيل سيئات وبلاش ناخد سيئات ملهاش اي صنف لازمه على ناس يعني سواء تستاهل او ما تستاهلش. الموضوع مش مستاهل، ايا كان مين اللي انت هتغلط فيه ده انت احسن منه بكتير، وحسناتك ليك افضل من ان انت تديها له افضل مليون الف مره. فرجاء كده من كل الناس يعني اهلاوي زملكاوي ايا كان انت بتشجع مين، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ربنا يهدينا جميعا بما فيهم يعني العبد الفقير الى الله، ونكون هاديين كده ونمسك لساننا. خلينا بعد كده نروح للخبر اللي معانا بعد كده، وهو خبر وسؤال مهم جدا لاخواتي الاهلاويه اللي موجودين. هو ليه حضرتك لما بيكون عندنا لاعب في النادي الاهلي فاضل له سنه او موسمين او ايا كان سنه ونص مثلا، ونيجي نبيعه بالاخص لو لاعب محترف وهو بياخد رقم كبير جدا عندنا، نيجي بنبيعه برقم قليل جدا جدا ونقول اصل فاضل له سنه وهيمشي، ولما نروح نشتري لاعب برضه يكون فاضل له سنه نروح نجيبه برقم كبير جدا. خلينا نضرب لك امثله عشان تفهم. احنا لما رحنا جبنا اللاعب بيرسي تاو كان فاضل له تقريبا سنه، جبناه ب 2.7 مليون دولار تقريبا، ده كان الرقم اللي كان جاي بيه بيرسي تاو. ولما جينا بعنا بيرسي تاو في اخر 6 شهور مثلا، وكنا بندلل له اخر سنه ان احنا نجيب له عرض، يعني طلعناه وما خدناش منه ولا شيلين. نفس الكلام كان حصل قبل كده مع وليد ازارو اللي كان جاله رقم كبير جدا، ثم جينا في اخر موسم طلعناه تقريبا ب 400 الف دولار ساعتها بعد ما كان جاي له 10 مليون دولار. ليه احنا في الموسم الاخير ممكن نبيع اللاعب ونستغنى عن اللاعب بارقام زهيده جدا جدا، ولما نروح نجيب لاعب زي محمد علي بن رمضان يتحط فيه رقم 3 مليون دولار، والراجل اساسا ما بيلعبش اساسي، بياخد 200 300 الف هناك، نعرض عليه مليون و100 الف، وكمان نجيب الراجل بحوالي 3 مليون دولار، او الكلام بيتقال عليه هيخلص ما بين 2 ل 2.5 مليون دولار، برضه رقم كبير جدا جدا. انا بصراحه مش عارف ليه العقليه عندنا بالشكل ده، وليه ما عندناش لجان قويه جدا جدا تقدر تخلص التعاقدات دي من بدري، وكمان ما تدخلناش في الدوامه اللي موجوده الفتره الاخيره. سؤال مهم، احنا ليه سهل عندنا نتخلص او نبيع لاعب برقم قليل جدا؟ واحد زي بيرسي تاو مثلا كان واخد افضل لاعب في افريقيا، واخد الهداف، واخد حاجات كتير جدا، ثم نروح نتنازع عليه بعدها بسنه ببلاش. الموضوع صعب جدا، والكلام بيتقال يعني بنسبه كبيره ملوش اي صنف لازمه. فنتمنى بعد كده يكون في عندنا يعني عقلانيه في بيع اللعيبه وشراء اللعيبه. حاجه تانية برضو من الحاجات المهمه جدا جدا، هل النادي الاهلي يروح يدفع لمارك روزا 4.5 مليون دولار؟ طب هل النادي الاهلي وهو راح يتعاقد مع مارك روزا اللي عارف ان احنا قاعدين في البيت، ان هو قاعد في البيت بقاله فتره يعني، وكمان كان بيدرب فريق لايبزيج وبياخد منه شهريا لحد 2026 بياخد منه كل سنه 4.5 مليون دولار لحد 2026 لحد شهر 6 2026. طب انا بقى ايه، هروح لنقطه تانية مهمه جدا. الاهلاويه اللي بيطلعوا الخبر ده وبيتكلموا في الخبر ده، ركز معايا بالله عليك عشان خاطر النقطه دي مهمه. قال لك لو مارسيل كولر حب يرفع قضيه على النادي الاهلي هياخد منه الراتب بتاعه كامل، وهياخد الراتب شهريا من النادي الاهلي زي ما ماركو روزا بياخد الراتب بتاعه من فريق لايبزيج لحد اخر 2026. نفس الكلام المفروض يعمله مارك لازم يعمله المدرب اللي كان موجود كولر، وياخد نفس الراتب ده شهريا من النادي الاهلي حتى شهر 6 2026. وقال لك حتى لو جه لمارسيل كولر عرض اقل من الراتب اللي كان بياخده من النادي الاهلي، فالنادي الاهلي يدفع من جيبه فرق العرض اللي هو هيروحه كل شهر. يعني مثلا يعني الراجل كان بياخد عندنا ولنفترض 240 الف دولار شهريا، وهو جاله عرض هيدرب ب 100 الف دولار شهريا مثلا في الترجي او الوداد، فالاهلي مطالب ان هو يسد الفجوه ما بين 100 الف ل 240 الف، فيدفع لمارسيل كولر 140 الف دولار حتى هو لو راح ضرب فريق الترجي مثلا
يعني اتمنى تكون فاهم النقطه دي. ثم نيجي عند نقطه مارك روزا ونقول لك اصل لو جه ضرب النادي الاهلي هو مش موافق اقل من 4.5 مليون يورو علشان ما يخسرش فلوسه عند لايبزيج. حضرتك انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت نفس الكلام بيحصل ما بين مارسيل كولر وما بين مارك روزا. انت قلت نفس العقد، نفس الشروط، نفس الحاجه اللي موجوده. فبالتالي لو مارك روزا جه خد عندك 2.5 مليون دولار في السنه، فبالتالي مطالب فريق لايبزيج ان هو يدفع له ال 2 مليون الفرق. حضرتك بقى ما تجيش تقول لي كلام متناقض، تيجي تقول لي ده مارسيل كولر لو مشي من النادي الاهلي وهيروح ياخد في مكان تاني مليون دولار مثلا، وهو المفروض ياخد من النادي الاهلي 2.5، فالاهلي يدفع 1.5 مليون حتى هو لو بيدرب فريق تاني. لكن اجي عند ماركو روزا لا، اصله مش عايز يستغنى عن ال 4.5 مليون دولار عشان ما يخسرش فلوسه اللي عند لايبزيج. يعني انا مش فاهم بصراحه، اعقلها انت ولفها زي ما انت عايز تلفها، يعني سواء كنت فهمتها مني او لا، لكن لفه كبيره جدا جدا بيضحك علينا ناس كتير، اما هم مش فاهمين واما بيرددوا كلام، يعني بياخدوا كلام من الناس وبيرددوه على الفاضي. فنتمنى بس اقعد مع نفسك وصالح نفسك وحط الموضوع كله قدام نفسك وانت تفهم ايه اللي بيحصل وايا كان احنا بنقول ايه. معلش احنا طولنا عليكم، ولكن تعالى نروح لاخر حاجه خالص معانا، وهو الكابتن اسامه نبيه بعد اللي حصل من منتخب مصر امام منتخب سيراليون والهزيمه 4-1 بعد ما كنا متقدمين 1-0 للدقيقه 63 او 62، ثم يجي فينا 4 اهداف يعني في نص ساعه واقل كمان من نص ساعه. يعني منظر كان قبيح جدا جدا مع منتخب مصر للناشئين، مع منتخب مفترض ان هو قوي. كابتن اسامه نبيه كان عايش في ميه الليفت حرفيا في الماتش ده، لانه عمل شويه تغييرات قلبت علينا لقاء 360 درجه. بعد ما كنا كسبانين خسرنا، ومش خسرنا بس كده عادي، لا ده خسرنا فرق سكور كبير جدا. ربنا يا رب يهديك يا عم اسامه، وان شاء الله باذن الله انا عن شخصي اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله باذن الله هنذيع كل لقاءاتنا على اليوتيوب، كل لقاءات منتخب مصر ده، وان شاء الله ان شاء الله يوصل ان شاء الله باذن الله لادوار متقدمه. واتمنى من كل قلبي الجيل ده يوصل لكاس العالم ان شاء الله باذن الله، يا رب يا رب ان شاء الله. نتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر، اتمنى التوفيق بشكل شخصي للنادي الاهلي ولكل لاعبتنا المحترفين في الخارج، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يختار مدرب كفء الفتره اللي جايه يكون موجود. وكل التوفيق للكابتن عماد النحاس وكل الناس اللي موجوده معاه، ولازم نكون في ظهرهم. وسيبكم يا جماعه ما نحاسبش الكابتن حسام الكابتن عماد النحاس بالقطعه دلوقتي، ولا نحاسبه على ماتش بتروجيت ولا الماتشات اللي جايه. اتمنى نكون داعمين ونكون داعمين للعيبه اللي لازم يعرفوا ان احنا وراهم وفي ظهرهم طول ما هم هيأدوا اللي عليهم. لكن في ملوعه في مرقعه زي ما كان بيحصل، صدقني الجمهور بيكون قرباج للعيبه دي. اشوفكم على خير، وما تنساش الصلاه والسلام على رسول الكريم، تدعي لاخواتنا في ارض العزه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.